ونتقابل في الفيديوهات الجايه والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام. انت حطيت حاجه هنا؟ حطيت ده هنا ليه؟ حطيته هنا ليه؟ هيعيد تاني. يا عم ابوس ايدك. في الفيديو النهارده انا جاي اكلمك على الريلمي 11 برو بلس ال 5G. الموبايل ده واحد من افضل الموبايلات اللي بتديك قيمه مقابل سعر في الفئه الميد رينج. الموبايل ده سعره بيتراوح من 15 ل 16 الف جنيه، وبيقدمك سبيكس كتيره قوي مقارنه بالسعر اللي انت بتدفعه له. تعالى نعمل له انبوكسنج مع بعض النهارده ونشوف ايه اللي بيجي جوه العلبه ومميزات وعيوب الموبايل ده على السريع. وكالعاده معاكم محمد ابو اللذيذ قناه ريفيو تك، ويلا ندخل في تفاصيل الموضوع. طيب ده الريلمي 11 برو بلس ال 5G. الموبايل ده من احسن الموبايلات اللي نزلت السوق في الفئه المتوسطه، واحنا هنا جايبين النسخه اللي منتشره في السوق المصري بسعر حوالي من 15 ل 16 الف جنيه. النسخه دي هي ال 12 رام مع مساحه 512. اللي بيميز الموبايل ده وهي الكاميرا المين بتاعته ال 200 ميجا بكسل، وطبعا بيشحن فوك تشارجنج بسرعه 100 واط، واللي بيشحن الموبايل شحنه كامله في حوالي 27 دقيقه. ماشي، اول ما بتفتح بتلاقي الموبايل في وشك كده. الحاجه اللي بتلاقيها بعده وهي الشاحن. ده الشاحن بتاع الموبايل، بيجي من نوع تايب سي ويو اس بي اي. وعندك هنا دي الباور بريك نفسها الكبيره ديت 100 واط سوبر فوك. طبعا الشاحن ده تحفه قوي، وانت هنا مش محتاج تقلق خالص على بطاريه الموبايل، واللي هي هنا بتيجي 5000 ملي امبير. ماشي، عندك هنا بيجي كمان جوه العلبه الكفر بتاع الموبايل، المانيوالز اللي احنا ما بنقراهاش، والسيم ايجكت تول دي اللي بتطلع بيها الشريحه بتاعتك، والكفر اللي بيجي مع الموبايل الشفاف. طيب تعالى نلم الدنيا دي كده مع بعض ونشوف الموبايل نفسه عامل ازاي. طيب اهم السبيكس اللي مكتوبه على الموبايل من بره ان هو البروسيسور بتاعه الدايمنسيتي 7050 ال 5G. واحنا لاحظنا ان في الفتره الاخيره الموبايلات ال 5G انتشرت في السوق المصري في الفئه المتوسطه. عندك طبعا البطاريه ال 5000 ملي امبير اللي بتدعم 100 واط سوبر تشارجنج. عندك كاميرات 200 ميجا بكسل وبتدعم الاي اس اللي هو التثبيت البصري. عندك 120 هرتز ريفريش ريت، والشاشه هنا كيرف. طبعا تبص بصه سريعه كده على الظهر بتاع الموبايل وتاخد بالك من الديزاين اللي مصنوع من الجلد. طبعا جوتشي هو اللي عامل الديزاين ده، وبصراحه الديزاين حلو قوي، بيفكرني بالسامسونج نوت 3 اللي كان طلع في سنه 2013. ماشي، لو جينا كده شلنا دي نبص على الشاشه نشوف شكلها عامل ازاي. الشاشه هنا كيرف، بتفكرني بالظبط بالشاشه بتاعه السامسونج الاس 10 بلس، كان بيجي بنفس الديزاين ونفس ابعاد الشاشه. عندك من فوق الثلاث سماعات الصغيرين دول اللي بيشتغلوا مع السماعات اللي تحت علشان يدوك صوت سراوندد، صوت ستيريو. عندك من تحت مدخل التايب سي اللي هو بيدعم ال 100 واط. عندك المايك بتاع المكالمات، عندك السيم ايجكت اللي هنا بتغير هنا السيم بتاعتك. وعندك كمان في الناحيه اليمين الباور واللي بيعلي ويوطي الصوت. الناحيه الشمال ما فيهاش اي حاجه. طبعا الديزاين هنا جاي كله باللون الجولد، او الفريم هنا جاي باللون الجولد علشان يماتش مع اللون بتاع ظهر الموبايل. طيب تعالى نفتح الموبايل مع بعض ونشوف الامكانيات بتاعته عامله ازاي. اولا الموبايل ده بيدعم ال NFC، طبعا دول سيم بيتشغل عليه خطين نانو سيم. عندك الموبايل ده بيدعم ال2 وال3 وال4 وال5G. وزن الجهاز 189 جرام، والالوان المنتشره منه او الالوان اللي نزلت منه من الشركه اللون الجولد، وبصراحه هو اشيك لون فيهم. عندك اللون الاخضر واللون الاسود. طبعا الشاشه هنا كيرف على الجنبين، وخلي بالك الشاشه دي لو وقعت هتزعلك قوي. بتيجي بحجم 6.7 من نوع اموليد و120 هرتز. طبعا بتدعم ال HDR 10 بلس، والوانها وسطوعها في الشاشه طبعا هتلاقيه تحفه قوي. هي هنا 950 نتس السطوع بتاعها، وهي شاشه 1080 وبتيجي بمعدل 394 بكسل في الانش الواحد. طيب انا عايز اوريك منظر الموبايل وانت مركب عليه الكفر بتاعه بيبقى عامل ازاي. ده كده شكله، طبعا شكله حلو قوي. وبصراحه بالنسبه لي يعني انسب اختيار ان هم اختاروا الكفر الشفاف علشان يبين اللون الجولد بتاع الموبايل. والموبايل كمان بالمناسبه جاي عليه سكرين بروتكتور متركبه من الشركه، فانت مش محتاج انك تركب له سكرين بروتكتور. والموبايلات دي او بينصح دايما الموبايلات اللي هي فيها كيرف انك تركب لها سكرينات جيلاتين علشان الكفر ما يشيلهاش.
طبعا الموبايل هنا علشان مساحته 512 جيجا، فانت بصراحه مش محتاج انك تركب كارت ميموري خارجي. عشان كده الموبايل ده يعني من ضمن العيوب اللي فيه ان هو ما بيدعمش تركيب كارت ميموري خارجي، وهو بالنسبه لي بصراحه مش عيب، لان انت المساحه ال 512 هتكفيك وزياده. ال 12 رام اللي عندك هنا في الموبايل هم 12 رام حقيقيين، ممكن تزود من المساحه 12 جيجا كمان، فيبقى عندك توتال 24 جيجا رامات للموبايل. طبعا البروسيسور بتاع الموبايل واللي هيديك اداء طياره بصراحه في الجيمنج وفي استهلاك المحتوى وفي التصوير كمان بتاع الفيديوهات والصور، وهو الميديا تك ال 7050. طبعا بيجي بمعماريه تصنيع 6 نانومتر علشان يوفر في استهلاك الطاقه. طبعا لو جينا نبص على سيستم الكاميرات ونشوف الكاميرا المين اللي هم مسنطرينها هنا في نص الموبايل، هنلاقي ان الكاميرا دي 200 ميجا بكسل وبتدعم الاو اي اس اللي هو التثبيت البصري. والكاميرا ال 200 ميجا بكسل ديت طبعا بتيجي في فتحه عدسه اف 1.7 علشان تبقى ممتازه معاك في التصوير الليلي. كمان الكاميرا دي بتقدر تصور فيديوهات بدقه 1080 60 فريم و30 فريم في الثانيه، وللاسف في ال 4K بتصور 30 فريم في الثانيه بس. وعندك كاميرا 8 للتصوير الوايد، وكاميرا ماكرو اللي محدش بيستعملها طبعا بدقه 2 ميجا بكسل. طبعا الموبايل فيه الكاميرا الاماميه بتاعته 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.5. خليني اقول لك ان المايك دوت بتاع المكالمات بيدعم عزل الصوت او عزل الضوضاء، علشان لو انت في زحمه تقدر تتكلم بكواليتي ممتازه. على السريع كده الموبايل ده بيدعم البلوتوث ال 5.2، وبيدعم كمان ال NFC علشان لو عايز تدفع بيه عن بعد. كمان عندك GPS محترم جدا، والواي فاي بتاعه هو واي فاي 6، وده طبعا احدث جنريشن من الواي فاي. عندك هنا طريقه الانلوك بتاعه الموبايل هي عن طريق البصمه بتاعه الشاشه. طيب تعال نجرب مع بعض كده على السريع بصمه الموبايل كمان مره اهي. البصمه طبعا هنا هي اندر ديسبلاي، ومش اسرع حاجه بصراحه، ولكن انا بالنسبه لي مرضيه قوي. يعني هي اسرع من السامسونج بكتير، وهي بتعمل لك انيميشن لطيف قوي كده. بص اول ما بتفتح تعمل كده خلاص. فعندك كمان غير البصمه بتاعه الفينجر برينت اللي هنا، عندك فيس انلوك. والفيس انلوك بص بصراحه اول ما بنور الشاشه خلاص لقط وشي انا اوريدي جوه الموبايل، فالفيس انلوك برده سريع زيه زي الفينجر برينت بتاعه البصمه بتاعه الايد. طبعا من تحت هنا اليو اس بي ده بيدعم الشحن السريع، وبيدعم تركيب الاو تي جي عشان لو عايز تركب فلاشه على الموبايل. المستشعرات بتاعه الموبايل او السنسورز هي التسارع والتقارب والبوصله والجي بي اس. البطاريه ال 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع 100 واط زي ما قلنا. الموبايل جاي عليه اندرويد 13 على طول، وواجهه ريلمي يو اي 4.0. واخر حاجه الوان الموبايل زي ما قلنا هم اللون الجولد واللون الاسود واللون الاخضر. تعال نجرب برضو السبيكر بتاع الموبايل صوته عامل ازاي. طيب على السريع لو جينا نتكلم على عيوب الموبايل ده بصراحه من وجهه نظري، وهي ان هو مش بيقاوم الميه والغبار. ولو احنا عارفين او متابعين السوق هنلاقي ان موبايل زي السامسونج الاي 54 بيقاوم الميه والغبار وبيجي تقريبا بنفس السعر 15000 جنيه. تاني حاجه واللي هي بالنسبه لي مش مشكله، لان انا طبعا بستعمل دايما سماعات اللي هي الجالاكسي بادز برو او السماعات الوايرلس، ان الموبايل ده ما فيهوش مدخل 3.5 مللي لسماعات الودن الخارجيه. العيب الثالث اللي اتكلمنا عليه ان هو ما بيدعمش تركيب كارت ميموري خارجي، واحنا قلنا ان احنا مش محتاجين ده طبعا لان مساحه الموبايل 512 جيجا وهي كفايه قوي. واخر حاجه ان الاو اي اس او التثبيت البصري ما بيشتغلش مع تصوير فيديوهات بكواليتي ال 4K، يعني هو ليميتد بس على فيديوهات ال 1080. وبس كده ده كان الانبوكسنج بتاع الريلمي 11 برو بلس. الموبايل ده هتلاقوه بيتباع في كل الستورز المعتمدين واللي مش معتمدين بسعر بيتراوح من 15 ل 16000 جنيه. ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد لما ينزل يوصلكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.